الزوجة دي رجعت من السفر لقت جوزها قاعد مستنيها، بس كان مكشر. أول ما شافها قال لها كويس إنك رجعتي، انت جيتي في الوقت المناسب، اتفضلي امضي على الورقة دي. قالت له ايه دي؟ قال لها ورقة الطلاق. قالت له طلاق؟ هو ده اللي احنا اتفقنا عليه؟ انت مش عارف انا بحبك قد ايه؟ قال لها اه بتحبيني فعلا، بدليل ان انا دخلت المستشفى وعملت عملية زرع كلى وانت كنت مسافرة بتتفسحي. اتفضلي امضي على الورقة. قالت له طيب اسمعني، انا هشرح لك موقفي. قال لها مش عاوز اسمع حاجة، امضي على الورقة وامشي، انا مش طايقة اشوف وشك. وما ادهاش فرصة تتكلم. هنا دموعها نزلت وحست انها مش عارفة تعمل ايه ولا تتصرف ازاي. مضت على الورقة ولسه هتمشي قال لها استني، انا خارج، عاوز ارجع ملاقيش اي حاجة ليكي هنا في البيت، مش عاوز حاجة تفكرني بيكي. ونزل وسابها. دخلت اوضتها والدموع نازلة من عينيها، زعلانة لانه ما ادهاش فرصة تتكلم. اخدت كل حاجتها وهي خارجة، كانت بتودع البيت وبتودع كل ذكرياتها، واخدت شنطتها ومشيت. رجع من بره، اتأكد انها مش موجودة في البيت، لكن لقاها سايباله جواب. مكتوب في الجواب انها عمرها ما تخلت عنه ولا سابته ابدا. الوقت اللي هو كان فيه في المستشفى هي كمان كانت في المستشفى في الأوضة اللي جنبه، لانها هي اللي اتبرعت له بالكلى. فقالت له انها ما حبتش تعرفه لانه كان هيرفض انها تضحي بنفسها علشانه. هنا حس بالذنب، نزل يدور عليها في كل مكان، ما لقاهاش. راح لاخته عشان يسأل عليها عندها وحكى لها اللي عملته والتضحية اللي ضحتها علشانه. هنا اخته قالت له مراتك دي مفيش زيها، انزل دور عليها واوعى تفقد الامل لغايه لما تلاقيها. فضل يتصل بيها ويرن عليها ويدور عليها، قافله تليفونها وملهاش اي اثر لحد ما الليل جه. وسبحان الله القدر جمعهم تاني، لقاها. نادى عليها وقفت، اول ما شافته كان صعبان عليها نفسها، عيطت. قال لها انا اسف، حقك عليا، انا غلطت اني ما سمعتكيش وظلمتك. قالت له وانا مسامحاك، انت ما كنتش فاهم حاجه، بس كان نفسي تديني فرصه وتسمعني وما تظلمنيش. انا زمان وعدتك ان انا وانت على الحلوه والمره مع بعض، كان صعب جدا ان اشوفك بتتألم وفي ايدي ان انا اعالجك وما اعملش كده. كان لازم اقف جنبك واساعدك، حتى لو ده على حساب تعبي وألمي. هنا الزوج عيط وحس بالندم على اللي عمله معاها وانه فعلا ظلمها. حقيقي يا جماعه ان بعض الظن اسم، ما ينفعش تحكم على حد من غير ما تسمعه. صلوا على النبي في التعليقات.